السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي الحلوين، وصفتي اليوم مميزة مثل ما شايفين. عملت التشكيلة هاي رائعة بعجينة وحدة، لا بدها بيض ولا بدها فرن ولا بدها اي شي. عجينة سهلة، ممكن تبدعي وتعملي فيها اشكال كتير، والتزيين حسب الرغبة وكيف ما بتحبي ممكن تشكلي وتزيني على راحتك. قبل ما نبلش وصفتنا بتمنى منكم اللي ما اشترك بالقناة يشترك بالقناة ويحط لي لايك وتعليق حلو لحتى يصلكم كل جديد. لو عندك مناسبة ممكن تعملي هالحلو السواري، كتير ينفع معك ولذيذ وطيب وسهل وما بده كتير لبكة ومكونات كتير، وممكن تعملي منه أكتر من 60 قطعة. يلا نشوف طريقة العمل والمقادير مع بعض. أنا عندي هون المقادير. عندي نص كيلو بسكوت مطحون، بسكوت شاي مطحون ناعم، مهم كتير انه يكون ناعم. وعندي هون جوز هند، كمان جوز هند مطحون ناعم جدا بهذا الشكل. وانا عندي هون زبدة الفول السوداني، راح احتاج مطربانين. وعندي هون كمان حليب مكثف محلى انا عاملته بالبيت، قريبا ان شاء الله راح انزل لكم اياه. هو عياراته ربع كباية سكر، وربع كباية حليب بودرة، ونص كباية مي سخنة، ومعلقة صغيرة من الزبدة. قريبا ان شاء الله راح انزل لكم اياه على القناة. راح اخلط اول شي الجوز الهند مع البسكوت، وراح اضيف زبدة الفول السوداني. اول شي راح اضيف اول علبة، وراح اضيف الحليب المكثف المحلى، وبعد هيك اذا احتاجت العجينة راح احط العلبة الثانية واشوف اذا العجينة قوامها كيف، وبعدها اذا احتاجت راح اضيف كمان حليب مكثف محلى. بعد ما ضفت هون اول علبة من زبدة الفول السوداني راح اضيف الحليب المكثف المحلى. طبعا هو سخن، بس يبرد بيتقل اكتر وبيسمك. بعد هيك راح اعجنهم واشوف قوام العجينة اذا راح يحتاج ولا لا. بعد ما عجنتها انا هون ملاحظة انه لسه العجينة مفتتة مثل ما شايفين. راح اضيف العلبة الثانية من زبدة الفول السوداني وراح اكمل عجن. بعد ما ضفت العلبتين تبعت زبدة الفول السوداني، وضفت الكوب ونص من الحليب المكثف المحلى، شفت العجينة لسه ما لمت معي وما بقدر انه اشكلها. رح ارجع اعمل حليب مكثف محلى حوالي نص كوب، ورح احطها بالتدريج مع العجن. رح اضيف الحليب بالتدريج مع استمرار العجن لحتى تلم معي العجينة واقدر انه اشكلها. شوفوا هون العجينة بلشت تتلم معي وتصير عجينة بهذا الشكل مثل ما واضح عليكم. بعد ما عجنتها كتير منيح صرت بقدر انه اشكلها. رح ابلش اشكلها بالاشكال الحلوة اللي شفتوها. رح اجيب شوية عجين ورح افردها، رح اجيب قطعة مدورة ورح اقطع بهذا الشكل.
حتى يتكون معي شكل هلال. راح اشكل معكم شكل تاني. راح اجيب شوية عجين وراح اجيب كيس افتحه احطه فوق العجينة، بيسهل علي كتير. وراح امده بهذا الشكل، ما لازم كتير يكون رقيق ولا كتير سميك، يعني متوسط السمك. راح اجيب عندي هون قطاعات، عندي قطاعة نجمة، شوفوا الشكل ولا اروع. انتوا تفننوا شكلوا بالاشكال اللي بتحبوها. راح اعمل معكم كمان شكل تاني، الشكل موديله مثل السقاطة. راح اجيب شوية عجين، راح اقسمه بهذا الشكل واعمله بهذا الشكل. طبعا هي راح تتفتفت معنا لانه فيها جوز هند، يعني هي ما هي عجينة عجينة. راح نطول بالنا عليها وشوي شوي راح نشكلها بهذا الشكل. هي شكلنا اول رول، راح نشكل الرول كمان نفس الطريقة. راح نطول بالنا عليها شوي شوي لحتى نقدر نشكلها. معلش هي بتتفتفت لانه حاطين كمية منيحة من جوز الهند، فجوز الهند هو اللي بيخليها تتفتفت معنا. راح اشكل معكم شكل تاني، شكل ثالث. ممكن تبدعوا بالاشكال، بحر بحر اشكال كيف ما بتحبوا. كمان راح اخذ شوية عجين وحط عليه كيس وافرده بهذا الشكل. وانا عندي هون قطعة على شكل ايس كريم، راح اقطع فيها. شوفوا لي شكلها ولا اروع من هيك، كتير حلو. بس هذا طبعا راح يتخبى بالشوكولا لانه راح نزينها، فلا ما راح تضل هاي الرسومات اللي عليها يعني. بس ممكن نقطع بهاي القطاعة البسكوت، الكوكيز،
استابليه بتضل الرسمة يعني. وهي شكل كمان شكل عادي عبارة عن دائرة، كمان رح أقطع بهذا الشكل مثل ما واضح عليكم. طبعا بعد التشكيل رح احط العجينة بالاشكال اللي شكلتهم بالبراد حتى تتماسك العجينة كتير منيح، واقدر ازينها بالشوكولا وما تغلبني وتتفتفت وتتكسر معي. كتير بتساعد انه بس بردنا العجينة انه نزينها براحتنا. عندي هون شوكولا مدوبة، عندي شوكولا سودا وبيضة، وعندي شوكولا بالفريز اللي لونها فوشي، وعندي شوكولا بالموز اللي لونها اصفر. شوفوا العجينة بعد ما بردتها صارت كتير كتير سهلة بحركة التزيين، يعني ما بتغلبني ولا بتفتفت. رح ازين اول شكل يلي هو الرول. رح اجيب ورقة زبدة واحط عليها شوية شوكولا اسود يلي هي القاعدة، واحط فوق الرول، ورح امد عليها الشوكولا اغلفها كتير منيح بهذا الشكل مثل ما واضح عليكم بالفيديو. بعد ما غلفتها كتير منيح بالشوكولا، عندي هون الشوكولا اللي بنكهة الموز اللي لونها اصفر، انا حطيتها هون بكيس، ورح اعمل خطوط هيك بهذا الشكل. ورح اتركها حتى تجمد الشوكولا وتتماسك كتير منيح. هون بعد ما جمدت عندي الشوكولا رح اشيل بالسكينة هاي الزيادات اللي على الطرف بهذا الشكل، ورح اقسمها بهذا الشكل بالورب حتى يطلع معنا هذا الشكل الحلو يلي مثل موديل السقاطة. تعالوا نشوف الشكل الثاني. عندي هون انا الشوكولا البيضة المدوبة، كمان مهم كتير انه تدوبوها بحمام مائي او ممكن تدوبوها بالميكروويف، تحطوا 10 ثواني وكل شوي تقلبوها. انا هون رح ازين الشكل الهلال في الشوكولا البيضة. رح اغلف القطعة وبالشوكة بواسطة الشوكة رح اشيل القطعة واخبطها هيك بطرف الصحن حتى تنزل كل زيادة الشوكولا، حتى ما تعمل معنا قاعدة للشكل وبعدين يطلع شكلها مو حلو. هاي الحركة كتير مهمة انه ننزل كل الشوكولا الزايدة حتى ما تتكون معنا قاعدة. وكمان الشكل الثاني رح نغلفه بالشوكولا البيضاء، وهو الشكل الايس كريم، بس كل واحد رح نزينه بطريقة مختلفة. الهلال رح احط عليه خطوط من الشوكولا الفراولة هيك على طرفه، والتاني شكل الايس كريم رح احط عليه سبرينجلز ملون، بيطلع معه شكل كتير حلو.
وهي شكل الايس كريم. طبعا قبل ما تجمد الشوكولا كتير منيح راح اضيف عليها السبرينجلز الملون حتى تلزق معنا الحبات وما يقعوا. وهلأ راح ازين حبات المدورة او الشكل الدائري، راح اغطسهم بالشوكولا السوداء. طبعا كتير مهم هاي الحركة مثل ما قلت لكم، نخبط على طرف الصحن حتى تنزل كل الشوكولا الزايدة. وهلأ راح نزين الشكل اللي بعده، شكل النجمة. طبعا الشوكولا هون انا بلشت عندي تجمد، حطيتها كم ثانية، 5 ثواني بالميكروويف، دابت عندي هون بهذا الشكل. راح اغلف حبات النجمة او شكل النجمة بهذا الشكل. يا سلام على اللون ولا اروع. وراح اضيف هيك لمسة بسيطة من الشوكولا بنكهة الموز، هيك نقط صغيرة على طرف النجمة حتى يطلع معنا شكلها حلو واجمل. وهلأ شكل الدوائر اللي غلفتهم بالشوكولا الغامقة راح احط عليهم لمسة بسيطة. راح اعمل هيك خطوط على جنب الحبة بالشوكولا البيضاء بهذا الشكل، راح تعطي هيك لمسة حلوة وشكل مميز وحلو. طبعا كتير مهم انه نخلي الحبات كتير منيح انهم يتماسكوا وتجمد الشوكولا عليهم، وبعد هيك رح نقدمهم وان شاء الله الف الف هنا وعافية، وان شاء الله يكون عجبتكم وصفتي. وهي التشكيلة الرائعة خلصت، وان شاء الله بتمنى تكون نالت اعجابكم وحبيتوها. حلويات سواري لو عندك مناسبة ممكن تبدعي تشكلي تزيني تتفنني وتعطي هيك للقطع لمستك بالتشكيل وبالتزيين. وإن شاء الله بلاقيكم بوصفة قادمة إن شاء الله. سلامات.